محتار وعمال تفكر في سعر عملة هامستر كومبات، وعاوز تعرف سعرها كام، وعاوز تعرف هتاخد كام، وازاي هتسحب فلوسك، وايه احسن محفظة تربط عليها بوت هامستر. كل ده هجاوبك عليه في الفيديو بتاع النهاردة، ويلا بينا. يا مساء الفل على كل الناس الحلوة اللي متابعة صفحتنا المتخصصة للربح من الانترنت وربح العملات الرقمية المشفرة. اولا كده يا شباب، تعالوا نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخيرا بعد طول انتظار تم إدراج عملة هامستر على جميع المنصات، واللي على رأسهم باينانس طبعا. سعر العملة اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي ده سعر البيع المسبق للعملة اللي تم إدراجه رسميا، وهوريك 3 مصادر مختلفة ظاهر عليهم سعر العملة في البري سيل. هنروح على أول مصدر وهي منصة اوكي اكس. هنضغط على البحث من فوق، وهندخل على البحث وهنكتب هامستر. هنكتب هامستر. تمام يا باشا. طبعا اهي العملة اول واحدة هندخل عليها، وزي ما حضرتك شايف يا صاحبي، فسعر العملة اللي انت شايفه ده 0.06 او 0.062. وده برضو هقولهولك تاني، ده سعر البيع المسبق. يعني لو حابب تشتري وتخزن لحد وقت الادراج، وانا منصحكش بكده. ولو انت مبتدئ في المجال فالقصة دي مش ليك، بس انا حبيت اوضحها لك عشان تبقى عارف كل حاجة بتحصل حواليك. وطبعا يا صاحبي، السعر ده لما هتيجي تنزل العملة هيرتفع على حسب تقارير المحللين للعملة ل0.35، يعني 35 سنت في خلال وقت مش كبير بعد الإدراج. إنما لحد دلوقتي فده السعر المبدئي للعملة اللي هو 0.062. هنروح مع بعض على المصدر التاني وهي منصة باي بيت. هي منصة باي بيت، هندخل على البحث وهنكتب برضو هامستر. اهي العملة اول واحدة زي ما انتوا شايفين، هندخل عليها كده. طبعا سعر العملة زي ما انتوا شايفين 0.063، يعني اعلى بسنة بسيطة من منصة اوكي اكس، والنقطة دي هنتكلم فيها قدام شوية. دي طبعا برضو منصة بيت جيت، قصدي باي بيت، ومفعلة برضو اللي هو التداول ما قبل السوق للي حابب يشتري ويخزن وكده. هنروح مع بعض على المصدر الاخير واللي هي منصة بيت جيت. طبعا يا شباب اهي منصة بيت جيت، هندخل على الخانة اللي هي دي التداول ما قبل السوق او البيع المسبق للعملات. هتلاقي هامستر اول ما ندخل اول عملة، اهي طبعا عملة هامستر. سعرها بقى هنا على المنصة دي اللي هي منصة بيت جيت 0.070، يعني السعر متغير زي ما حضراتكم شايفين ما بين ال3 منصات. وطبعا منصة باينانس اللي هي لحد دلوقتي ما نزلتش سعر العملة، وكل اللي نزلته هو العد التنازلي للعملة اللي هو موعد الإدراج يوم 26/9. والنقطة دي أنا حبيت أوضحها لك عشان تعرف إن هو ما ينفعش إن أنت تروح تربط محفظتك وتستعجل وتربط على أي منصة كده وخلاص. هنيجي بقى ربط المحفظة وإيه أحسن محفظة تربط عليها. طبعا دلوقتي احنا هنربط على محفظة باينانس، وبالنسبة لأي منصة حابب حضرتك تربط عليها، فاللي هنعمله دلوقتي في ربط منصة باينانس هتعمله على أي منصة حابب تربط بيها البوت. ولازم تكون موثق حسابك على المنصة اللي حضرتك هتسحب عليها. زي ما انت شايف انا كاتبلك KYC needed، علشان طبعا شرط من شروط ان انت تربط حسابك بالبوت. هندخل على باينانس ونضغط عليها، بيقول لك هل لديك حساب على منصة باينانس؟ هتقول له yes I have. لما هتدخل كده هتلقى ان هو طالب منك عنوانين لربط هامستر على منصة باينانس. هنروح على منصة باينانس وهتيجي هنا وتدوس على كلمة إضافة أموال، وهتختار آخر واحدة إيداع عملات رقمية، وهنكتب في البحث هامستر. اهي طبعا ظهرت أول واحدة، مفيش غير شبكة التون كوين حتى الآن، يعني هي الشبكة اللي موجودة حاليا على هامستر. طبعا هنا بيقولك ما تنساش تاخد عنوان الميمو، موافق. هنيجي هناخد أول عنوان اللي هو ده نسخ، وهنروح على هامستر تاني وهنعمل له ايه لصق، وهنروح تاني عشان نجيب الميمو
نرجع على منصة باينانس، الميمو اللي هو التاني ده من تحت، هتضغط عليه حضرتك نسخ، وهترجع على منصة أو على البوت، هتدوس بعد كده لصق، هتدوس هنا سيف. تمام يا باشا، أول ما هتدوس سيف زي كده قالك الموضوع سكسس، هتدوس سانكس. طبعا انت كده ربطت محفظة باينانس على بوت هامستر. تمام لحد كده. انت بقى عاوز تربط على اي منصة تاني، اوكي اكس، بايبت، نفس الطريقة دي حضرتك هتنفذها وهتعمل زيها بالظبط على المنصة اللي انت حابب تربط عليها. طبعا انا دلوقتي مش عايز منصة باينانس، هتيجي وهتنزل لتحت وهتختار دي ريست وذرول، وهتدوس على الكلمة الحمراء. اوكي. طبعا هنيجي لنقطة مهمة جدا، واللي هي ايه احسن حاجة اربط بيها بوت هامستر. بص يا صاحبي، افضل حاجة تربط بيها بوت هامستر هي محفظة التليجرام، اللي هي دي والت ان تليجرام. دي افضل حاجة تربط بيها بوت هامستر. ليه بقى؟ عشان الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام الصفحة الرسمية لبوت هامستر، وهوريك ده طبعا. بس قبل ما نروح نشوف ده، انا حابب اقول لكم انه محفظة التليجرام عاملة ايفنت لكل الاشخاص اللي هيربطوا على التليجرام، هتوزع عليهم هدايا. هنروح مع بعض على والت نيوز، هتلاقي طبعا المنشور ده. المنشور ده اخر منشور هتلاقاه على والت نيوز. المنشور ده هننسخه كده وهنترجمه مع بعض. بص كده بيقولك ايه: ستأتي هامستر إلى الوالد في 26 سبتمبر، ستتمكن قريبا من شراء وبيع الرموز المميزة ومش عارف ايه في سوق البي تو بي، استبدالها بعملات مشفرة أخرى أو إرسالها مجانا إلى أصدقائك. احنا عايزين ده كله نعديه وهنيجي الحتة اللي هي الحتة بتاعة المكافآت. بص هنا بيقولك ايه: ستكون حملات المكافآت الحصرية متاحة لأولئك الذين يختارون والد هامستر كومبات. ترقبوا المزيد من التفاصيل. المهم هو طبعا هنا بيقولك ان انت لو ربطت محفظة التليجرام جوه هامستر، فانت كده هتخش معاهم في الايفنت اللي هو هيعملوا عليه سحب، وهيوزعوا لك يا اما على ما اعتقد عملات هامستر، او هيديك عملات تون هدية. فانت كده استفدت لما هتعمل ايداع للعملات على التليجرام، علشان لو انت حابب تروح وتبيع على اي منصة بعد كده، هتقدر تبعت عملاتك من المحفظة الخاصة بالتليجرام للمنصة اللي حضرتك تفضلها. وطبعا كلنا عارفين ان التوتال سبلاي بيختلف من منصة لمنصة، في فرق بسيط يعني. حضرتك شفت من شوية كان كام وبقي كام، وكل التفاصيل كانت قدام حضرتك. طبعا انت بتشوف اعلى سعر فين. لما بتربط محفظة التليجرام بتكون العملات متاحة عندك على المحفظة، فانت بتبص اعلى سعر فين على انه منصة، وبتروح وبتبيع على المنصة اللي هي طبعا منزلة السعر العالي. في ناس بقى مش عارفة الكلام ده، ولا هتعرف تبيع على المنصات، ولا هتعرف تعمل الكلام ده كله. فالناس اللي زي كده انا بنصحهم بمحفظة التليجرام، علشان وفرت لك موضوع البي تو بي داخل المحفظة. يعني هتقدر تحول عملات هامستر لدولارات، وكمان تبيعهم داخل المحفظة، وهيوصل لك على الفودافون كاش يا سيدي، او انستا باي، او تحويل بنكي زي ما حضرتك تحب. دلوقتي هنطلع بقى عشان اكد لك ان هامستر ذات نفسه هو اللي بينصحك اربط محفظة التليجرام. عامل هنا الصورة هامستر والت. تمام. بص كده هنترجم المنشور ده. انا اسف لو كنت طبعا طولت عليك في الحلقة، بس انا عاوز اجيب لك التفاصيل كلها ومن الاخر عشان نلخص الموضوع ده. وهتعمل نسخ ترجمة. سبت سعيد، المنشور ده لسه طبعا نازل ملوش يومين بالظبط. سبت سعيدة يا رؤساء التنفيذيون، نحن نواصل الحديث عن الطرق التي يمكنك من خلالها المطالبة برموز هامستر الخاصة بك. أحد الخيارات هو والت في التليجرام، إنها الطريقة الأسهل للحصول على عملتك المعدنية، لأنك لا تحتاج حتى إلى مغادرة التليجرام. ستتمكن من خلال الوالت من تداول الرموز المميزة الخاصة بك في سوق البي تو بي، اللي هو بتبيع طبعا عن طريق إن أنت بتبيع الدولارات لفودافون كاش. الموضوع سهل وبسيط، واستبدالها بعملات مشفرة أخرى وإرسالها إلى مستخدمي التليجرام الآخرين بدون رسوم. وأعلنت والت أيضا عن حملات مكافآت حصرية لحاملي هامستر، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا. طبعا أنا أثبت لك الكلام ده من الوالت نيوز، وادي صفحة هامستر نفسها بتقولك الكلام ده. هندخل طبعا على طريقة ربط محفظة التليجرام.
هننزل تحت يا صاحبي طبعا، وهنختار والت ان تليجرام وهندخل عليها وهتدوس على كلمة كونكت والت، هيحولك تلقائي على محفظة التليجرام بتاعت حضرتك. طبعا هنا هتدوس على كلمة استمرار، قالك انت جاهز تمام، هتدوس على كلمة العودة الى مستر كومبات، وهندخل دلوقتي على تأكيد الربط. طبعا ما تنساش، هتيجي هنا بص بعد ما خلصنا هتلاقي كلمة set as، هتدوس على الكلمة دي كده انت أكدت الربط بتاع المحفظة. طيب احنا كده ربطنا المحفظة، ما قلتلناش بقى طبعا انت حضرتك عايز تقولي ايه، انا ما قلتلكش هناخد كام. توقعاتي للي هيتم في الايردروب انه هيطير من دخلك في الساعة 4 اصفار. يعني لو دخلك في الساعة 1,000,000 فانت هتاخد 100 عملة، ولو 7 مليون في الساعة فانت هتاخد 700 عملة. بس طبعا ياريت ما يكونش اللي هيطيروهم 4 اصفار، ويكونوا 3 بس او 2، علشان وقتها هنكون مسكنا مبالغ محترمة جدا. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انك تكون استفدت من الفيديو حتى لو حاجة بسيطة، ولو انت فاهم فدي حاجة حلوة وسيب غيرك يستفاد. وبس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا باللايك، عايزين نوصل الفيديو ده مع بعض ال1000 لايك. واكتب لنا رأيك في كومنت، ولو انت مش مشترك في القناة انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية المشفرة. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.